نادي الزمالك محتاج صفقات، نادي الزمالك محتاج تدعيماته بأسرع وقت ممكن. لو نادي الزمالك محتاج ينافس على بطولات قبل الماركاتو ما ينتهي، نادي الزمالك محتاج صفقات بأسرع وقت ممكن. نادي الزمالك النهارده بيخسر أمام نادي بيراميدز في دور نصف النهائي لكاس مصر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، وبيودع كاس مصر نسخة 2022. نادي الزمالك النهارده بيفرط في سيناريو كان رايح كله لفوز نادي الزمالك وانه يوصل نهائي كاس مصر، لكن نادي الزمالك فرط في كل دوت في سيناريو عجيب جدا. نادي الزمالك النهارده بعد ما تقدم في الدقيقه 5 عن طريق حسام عبد المجيد، والنهارده علي جبر بيطرد من نادي بيراميدز، قلب دفاع نادي بيراميدز اتطرد في الدقيقه 11، وكمان عبد الله السعيد خرج في الدقيقه 16 القلب النابض لنادي بيراميدز. لكن نادي الزمالك ما قدرش يستغل كل دوت، وقدر يتعادل نادي بيراميدز في الدقيقه 55 عن طريق وليد الكارتي، وانتهت المباراه بنتيجه 1-1 وراحت